في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن المتحف المصري الكبير وعرضنا صور وفيديوهات ليه وعن الكونسبت ورا التصميم، وقلنا ان في نفس السنة سنة 2002 اتعمل افتتاح لمشروع ضخم جدا على البحر المتوسط، وهو مكتبة الاسكندرية الجديدة اللي صممها مكتب سنوهيتا النرويجي. فخلينا نسأل سؤال، تفتكر في ارتباط بين المتحف المصري الكبير والأهرامات بمكتبة The اسكندرية؟ imagination of a pyramid is in the back of your head, right? Yeah. But there was something about this kind of overall understanding of time. And if you see this little sketch, you see the pyramid up there, and then you see the line through a horizontal line. The Yes. ground. The line cutting through the horizontal line is like a sun movement from below the horizon to the middle of the sky and back again behind the horizon. So this cut could be seen then as a diagram of time, the past, the present, and the future. مكتبة الإسكندرية تعتبر واحدة من أعرق وأشهر المكتبات على مستوى العالم، وبتحمل روح المكتبة القديمة اللي كانت من عجائب الدنيا في عصورها واللي اتحرقت في أسباب غامضة. عشان كده كانت لازم الدولة تعمل مسابقة عشان تعيد إحياء التراث، واللي كسب المسابقة دي هو مكتب سنوهيتا، وده بسبب التصميم العبقري، مش بس لأنه مبنى معماري مميز، لكن كمان لأنه قدر يعمل مزيج ما بين التراث بلمسة عصرية جميلة. خلينا نسأل نفسنا، ليه المكتبة اتصممت بالشكل ده؟ وإيه اللي جواها؟ أول حاجة، المكتبة مش مجرد مبنى واحد زي معظم المكتبات اللي بتكون مبنى واحد وبيتكون من 3 أو 4 أدوار بس. المكتبة دي عبارة عن مجمع ثقافي متكامل على مساحة 45 ألف متر مربع، وده بيتكون من 3 مباني أساسية. المبنى الرئيسي للمكتبة وده بيتكون من 11 دور، 2 بدروم و7 أدوار ومستويات وسطى، وبيضم قاعة قراءة ضخمة بتسع ل2000 شخص في وقت واحد. تاني مبنى هو مبنى مركز المؤتمرات، وده مجهز عشان يستضيف المؤتمرات وفعاليات الدولة. أما المبنى الثالث فهو بيضم متاحف متنوعة زي متحف المخطوطات ومتحف السادات، بجانب قاعات معارض للفن المعاصر. ودلوقتي خلينا نتكلم عن التصميم المعماري نفسه، واللي كان أيقوني جدا لدرجة وانت موجود في قلب البحر انت برضو شايفه بطبعه المميز. المبنى الرئيسي عبارة عن اسطوانة 11 دور، ولكن مكتب سنوهيتا عشان كان عنده كونسبت وفكرة عايز يوصلها، وهي ان المكتبة جسر ثقافي عالمي زي civilization bridge زي ما البعض بيسموه. قالك احنا هنقلب الاسطوانة دي شوية وتبقى واخدة شكل قرص الشمس، بحيث انها تبقى مايلة او زي اضلاع الهرم، انه يبقى نازل على الارض، وبكده ال7 ادوار اللي فوق الارض كلهم باصين على البحر وليهم فيو، عشان تبقى مسترخي ومستمتع بالمنظر وانت بتقرأ ومنسجم. وكمان بنظرتك المعمارية هتقولي انه كمان عمل كده عشان يكسب اكبر قدر من الاضاءة الطبيعية جوه الادوار، لان لو كان المبنى واخد شكل سلندر بس ما كانش هيقدر يوصل الإضاءة بالشكل المتناسق ده في كل الأدوار. وعايز أقولك إن دي كمان كانت مسابقة، وبسبب اللي احنا قلناه ده مكتب سنوهيتا قدر يكسب المسابقة وبجدارة. دول كمان ما اكتفوش بكده، قالك احنا هنعمل الجدران الخارجية أو الحوائط بتاعته من بره عبارة عن جرانيت رمادي منقوش عليه حروف ولغات من كل حضارات العالم، في إشارة لدور المكتبة. انت كمان هتلاقي جواها أكتر من 8 مليون كتاب وقاعات بحثية و6 متاحف و4 قاعات للمعارض الفنية والقبة السماوية ومركز علم الأطفال، شبكة مكتبية إلكترونية بتخليها من أوائل المكتبات الرقمية في العالم. بالتالي مكتبة اسكندرية هي مش بس مكتبة، لكنها مدينة معرفية وثقافية كاملة على شاطئ البحر المتوسط. أخيرا خليني أقولك إنك لو طالب في سنة 3 أو 4 عمارة، فمكتب سنوهيتا اللي صمم المكتبة عامل ورشة أو ماستر كلاس هشارك فيها تفاصيل جميلة عن المشاريع وعن مسيرتهم المهنية في مكتب عمارة، ومتاحة مجانا لكل الطلبة، ودي فرصة عظيمة جدا ما تفوتهاش. وهسيب لك لينك التقديم في الكومنتس. خليني اقول لك كمان ان مكتب سنوهيتا ما بقاش مكتب غير بعد مكتبة اسكندرية، لانهم عشان يضمنوا ان التصميم بتاعهم يطلع كويس وبشكل متناسق عملوا مكتب استشاري وهمي علشان يشرفوا على التصميم، علشان يضمنوا ان كل حاجة تطلع مظبوطة زي ما هم عايزين.